حياكم الله اخوتي الطيبين. اخوان، هذا الموضوع تكرر اكثر من مرة واكثر من اسئلة تجيني عليه، وخصوصا البلبل بصدفه وهو شغلات متألم يمها وكف الاصابع والساق مالته. اخوان، اي بلبل عندك صغير كان او كبير، اريد من يومكم تفحصون بلابلكم. هسه تشوفون البلابل اللي عندكم، تشوفون رجليهن نظيفة مثل هذا الرجل، نظيفة يعني ما بيها اشكال او بيها صدفة. اذا بيها صدفة تلاحق لها باسرع وقت. علاجها كلش سهل وبسيط. ليش تخليها تتضاعف عليه بشغلات اصعب من البداية مالته؟ علاجها سهل وبسيط، تقدر تعالجه بالبيت. متأكد من هسه من الرجلين تشوف اذا بيها مثل القشرة صايرة فوق هذا الساق، على طول الساق من هذا المكان لهذا المكان، تصير قشرة بيضة قوية. إذا تشوفون هسه وتركزون بهذا المقطع، متأكد من الأصابع هم من نفس الحالة. تشوفن إذا بيهن فطريات أو حبوب صغار، هذا العلاج إلهن يخصن. يعني البلابل من الساق من الأصابع ذني، هذا علاجهن وهاي الطريقة مالتهن. هذا شغلة بسيطة وسهلة. أول شي نحاول ننظف الأرجل مالتهن بخل التفاح. خل تفاح طبيعي بالبيت تقدر تستخدمه إلهن. الطريقة مالته شلون؟ تجيب لك صحن مي صغير تخلي بيه مي وخاشوقة من الخل، خاشوقة تضيفها، خاشوقة خل تضيفها على المي. تلزم الأصابع مال الرجلين البلابل أو الرجلين اثنيناتين، تلزم البلبل بهذه الطريقة، تخليه مرتاح يكون يعني مو ضاغط عليه بكف إيدك حيل، وتطلع الرجلين بهذه الطريقة. تلزم الرجلين تغسلهن بهذا المي غسل كأنه فركة وتدليك الأصابع من الوساخة مالتهن بيهن. توقف الفطريات من النمو بعد وتعالجهن شوية. راح تنشفهن بقطعة قماش أو كلينس. بعدها شنو الموجود عندك بالبيت تقدر تستخدمه؟ إلهن مرهم مثلا صارة مال الأطفال تقدر تستخدمها، تخلي من يمها قطرة صغيرة وتفرك الأصابع تدهنها. إذا ما موجودة هاي العصارة تقدر تشتري كانديستان قطرة، تقدر تخلي من يمها قطرة للأصابع نفس الحال. وإذا ما تقدر، ما عندك إمكانية، تقدر تجيب فازلين طبيعي بدون عطر. يكون هذا الفازلين الطبيعي بدون عطر، تجيبه تلزمه الأصابع مالته نفس هذا الشكل، تفركه بهذا الزيت أو الدهن، تنظفهن تخليه يشبع بهن وترطبهن ترطيب إذا كانت صدفة أو فطريات بالأصابع. ونفس الحالة قلت لكم إذا هذه العصارة نفس الشيء، خلي لها قطرة واحدة وتنظف الرجل. تنظفها بعد ما نظفتها كملت من يمه، تحاول تنشفها أو تخلي البلبل إذا كان أليف تخليه يركد أو يستقر شوية حتى ينسى الرجل ما يعضها، وتهده بالقفص مالته. بعد ما نظفنا البلبل وخليناه له مرهم، غسلناه بخل التفاح وخليناه له مرهم فازلين أو قطرات كانديستان أو عصارة مال عيون الأطفال. مش نحاول شوية نرفع مناته الطير حتى ما يتعب بوقت العلاج. فيتامين أو فيتامين هالنوعية كلش كافية. تعطيها إلى 10 قطرات بالمشربة لمدة 7 أيام. لين ما تكمل هذا العلاج مالته والمرهم تترك هذه العلاجات.